السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. النهارده هنعمل مع بعض كفتة الفراخ. مش هقولك بطريقة جديدة ومختلفة، لكن لو جربت الطريقة دي بجد مش هتصدقي ان دي كفتة فراخ من طعمها وريحتها. وهقولك كمان ازاي تطلع معاكي طرية وجوسي ومستوية كويس، وازاي تكون متماسكة معاكي ما تفكش منك. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير للفيديو لو عجبكم علشان نوصل لأكبر عدد من الناس. يلا بقى نشوف الكفتة الحلوة دي هنعملها ازاي. معايا كيلو الا ربع من الوراك مخليه ومتقطعه مكعبات، وكيلو الا ربع من الصدور مخليه ومتقطعه مكعبات، وثلاث بصلايات حجمهم متوسط. يعني هنعمل النهارده الكفته ميكس ما بين الصدور والوراك علشان تطلع جوسي وطريه جدا معانا. ما ينفعش ابدا نعملها من الصدور بس، هتطلع ناشفه وبتشد معانا. ايا كان كميه الكفته اللي هتعمليها، هتعملي نص الكميه من الصدور ونص الكميه من الوراك. تمام. جبت الكبة وهبدأ أفرم الفراخ. أهم حاجة نصفي الفراخ كويس جدا من المية. طبعا كلنا عارفين إن الفراخ ما بتاخدش وقت في الفرم، فما نحاولش نطول في مدة الفرم علشان ما تبقاش عاملة معانا زي العجينة. تمام. احنا عايزين الفراخ تكون مفرومة، يعني تبقى كده زي اللحمة المفرومة. تمام. وفي نص الوقت هوقف المفرمة وهبدأ ألم اللي على الحرف كده، وهقلب الفراخ تقليبة سريعة. تمام. وهكمل فرم الفراخ. اهم حاجه ما تزوديش كميه الفراخ في الكبه علشان تتفرم معاكي بسهوله. تمام. خلاص الفراخ اتفرمت وبقت جاهزه معايا. حلو قوي كده، قوامها مظبوط. ما نحاولش ننعم الفراخ اكتر من كده في الفرم علشان ما تبقاش عامله زي العجينه معانا. تمام. وده البصل بعد ما بشرته هضيف عليه نص معلقه صغيره ملح علشان ينزل كل ميته. تمام. بالنسبة للبهارات اللي هضيفها على الفراخ، معايا هنا حبهان وفلفل اسود وورق لورا وكمون. هطحنهم كويس جدا في مطحنة الخلاط وهنعمهم، وهاخد منهم معلقة صغيرة وهضيفها على الفراخ. تمام. وهضيف كمان معلقة صغيرة من بهارات اللحمة، ونص معلقة صغيرة جنزبيل بودر، ومعلقة كبيرة ملح، وهضيف كمان ربع معلقة ملح، ومعلقة صغيرة توم مفروم. بالنسبة للبصل أنا هاخد التفل بس، فأنا هعصر البصل كويس جدا من المية. انا عايزه البصل ما يكونش فيه ولا نقطه ميه. تمام. وهقول لكم دلوقتي ميه البصل انا هستخدمها في ايه. رشه الملح اللي ضفتها على البصل نزلت كل الميه اللي فيه. تمام. حلو قوي كده. وهضيف كمان معلقتين كبار سمنه من التلاجة علشان الفراخ ما فيهاش دهون، فهنضيف معلقتين كبار سمنه علشان تدي دسامه للكفته وتفتح مسام الكفته معايا ما تكونش مكتومه. تمام. وهنعجن كل ده كويس جدا مع بعضه. ما تضيفوش دهنه من بتاعه اللحمه على كفته الفراخ يا جماعه، ما بيبقاش طعمها حلو خالص. ضيفوا سمنه بتبقى خفيفه على المعده وطعمها حلو قوي كمان. وبالنسبه للبهارات، مش شرط ابدا تضيفي البهارات اللي انا ضفتها، ممكن تضيفي اي نوع بهارات انت بتحبيه. تمام. حتى لو فلفل اسود وكمون، بس ما تنسيش تضيفي توم. وكفايه انك تكوني عاملاها بايديك الحلوين، وربنا يحسن ما بين ايديكم ان شاء الله يا رب. خلاص عجنت الكفته وبقت جاهزه معايا. هغطيها كويس جدا وهدخلها التلاجة لمده ساعه كامله لحد ما ترتاح وتتشمع وتبقى متماسكه معايا كويس جدا وانا بصبحها. تمام. ودي ميه البصل، هحط عليها رشه من البهارات اللي احنا طحناها مع بعض دلوقتي، او رشه من الفلفل الاسود، وهقلبها كويس جدا علشان هصبع بيها الكفته. يلا بقى نصبع الكفته. الاول هبل ايديا بميه البصل، وهاخد قطعه من الفراخ وهكورها ما بين ايديا زي ما انتم شايفين. وبسيخ الكفته عادي اهو هبدا اصبع الكفته. شايفين قد ايه الكفته متماسكه؟ هقول لكم ازاي الكفته ما تفكش منكم. اول حاجه ما تزودوش البصل في الكفته، يعني لكل نص كيلو فراخ بصلايه متوسطه. ولما تبشروا البصلايه لازم تعصروها كويس جدا من الميه وتاخدوا التفل بتاعها بس. تاني حاجه لما تغسلوا الفراخ لازم تصفوها كويس جدا من الميه. تالت حاجه لازم تدخلوا الكفته التلاجة لمده ساعه كامله قبل ما تصبعوها، وبكده الكفته تكون متماسكه معاكم وزي الفل. طيب لو الكفته طلعت معاكي طريه ومش متماسكه، في الوقت ده هتضيفي عليها معلقه كبيره بقسماط ناعم، وبكده هتكون متماسكه معاكي وزي الفل ومش هيغير من طعمها ابدا. عايزه اقول لكم كفته الفراخ سهله وسريعه وطعمها حلو واقتصاديه كمان. جربوها بالطريقه دي ان شاء الله هتعجبكم جدا وهتعتمدوها على طول. تمام. في الوقت ده انا شغلت الفرن. انا عايزه الفرن يكون سخن جدا علشان لما ادخل الكفته الفرن ما تنزلش ميتها. تمام. وبعد كده هدخل الكفته الفرن على الشبكه في النص
على اعلى درجة حرارة لحد ما تستوي معاكم. لو حابين الكفتة تاخد لون ذهبي من فوق هتولعوا لها الشواية تاخد لون ذهبي خفيف من فوق. انا مصبعة الكفتة حجمها كبير زي ما انتم شايفين علشان طبيعي الفراخ لما تدخل الفرن بتكش شوية. تمام. لكن انتوا ممكن تعملوها حجمها اصغر من كده، بس اهم حاجة ما تعملوهاش رفيعة علشان ما تنشفش في الفرن. لو عملتوها اصغر من كده خلوها تخينة شوية علشان تبقى طرية معاكم. الكفتة دي يا جماعة ممكن تشوها على الفحم، مفيش مشكلة خالص زي ما تحبوا. تمام. ودي كل كمية الكفتة بعد ما صبعتها هدخلها الفرن على الشبكة في النص على اعلى درجة حرارة زي ما قلت لكم. تمام. عايزة اقول لكم ريحتها بس قبل ما تدخل الفرن تحفة. وده اللي باقي من مية البصل هضيف عليه معلقة كبيرة زيت وهقلبهم كويس جدا وهدهن بيهم الكفتة وهي في الفرن. تمام. علشان تديها لمعة وطعم حلو كمان. خلاص الكفتة استوت وبقت جاهزة معانا. ايه رأيكم بقى في الجمال ده؟ عايزة اقول لكم والله يا جماعة ريحتها تحفة بجد، تستحق ان انتوا تجربوها. وعايزة اقول لكم قد ايه طرية وجوسي. شايفين الجمال؟ انا شايفة مفيش احلى ولا اجمل من كده. شايفين قد ايه طرية وجوسي ومفرغة من جوه وطعمها وريحتها تحفة. قدمت معاها سلطة خضراء، حابين تقدموا معاها رز بسمتي او مكرونة اسباجيتي زي ما انا قدمت، او تاكلوها بعيش وسلطة خضراء وتقدموا معاها عصير زي ما تحبوا. بس ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير للفيديو لو عجبكم علشان يوصل لأكبر عدد من الناس. أشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.